يا شيخ إني أتوب كثيرا ولكن أشعر أن هناك شيء خطأ يرد علي. الشيطان بيقولوا عليه الشيطان شاطر فعلا، دي حقيقة. الشيطان يا إخوة قاعد معاك ليل ونهار، شايفك وانت مش شايفه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قاعد معاك شايفك بتحب تاكل ايه وبتكره ايه، بتقول ايه، بتعمل ايه، هو شايفك فضيلك قرين قاعد معاك طول الوقت. هذا القرين اللي قاعد معاك طول الوقت عرف بقى نقاط ضعفك وعرف مداخلك ومخارجك فبيلعبك. فاحيانا لما يبقى الانسان الشيطان ساعده في معاصي كتير وبعدين كده يجي يتوب، الشيطان لازم يلعبه. فانا عايز الشيطان لما يجي يلعبك انتبه له وانجو منه. ازاي؟ اللي يقول لك لا انت مش قصدك تتوب، انا قصدي اتوب يا رب، انا قصدي اتوب. ده انت عشان خايف من كذا، يا رب ارشدك انا مش خايف من كذا، انا تبت ليك انت يا رب. ده انت مرائي، يا رب انا مخلص، انا مش مرائي، انا لا اريد احدا، انا اريدك انت يا رب. اغلب الشيطان، اغلبه بس. فعشان كده بيقول ايه، انا حاسس ان انا في حاجه خطا بترد علي، ما تلتفتش. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا ان احدنا يجد في نفسه ما يتعاظم ان ينطق به، فقال ذاك صريح الايمان، اذا وجد احدكم ذلك من نفسه فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل امنت بالله ورسله ولينتهي. 3 حاجات، يتفل 2، يقول امنت بالله ورسله 3، ولينتهي، يسكت ما يناقش. انت لما تناقش الشيطان تاخد وترد معاه يغلبك، ده شيطان. فلذلك ما تناقش، ولينتهي، اقفل الباب.